طيب ازاي انا اقدر انجح واتطور في الشركه اللي انا شغال فيها، والشركه اصلا انا شغال فيها دي تبصلي بشكل عامل ازاي وعايزه مني ايه؟ واحده من الحاجات اللي احنا بنركز فيها في التالنت ديفلوبمنت حاجه اسمها الويلنجنس فيرسز السكيلز. انا سهل عليا جدا ان انا اطور اي حد في اي حاجه هو عايز ينجح فيها وعايز يتطور فيها، ما اسهل ما عندنا ان احنا نجيب الناس نديهم تريننج، او ان احنا نعمل لهم كوتشنج او منتورنج، او ان انا حتى اعمل له اون جوب تريننج. ولكن واحده من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا هو اللي انا اخلق عند البني ادم الويلنجنس. الكوربريتس ما بقاش عندها استعداد ان هي تجيب الشخص من ايده وتقول له تعالى والله ارجعك واطورك وادي لك تريننج وادي لك فلوس كتير. لازم يبقى انت من جواك عندك الاستعداد بتاع النجاح دوت، وقدام ده لازم يكون عندك استعداد ان انت تعمل البيمنت او تدفع الثمن بتاع ان انت تكبر، زي ان انت تاخد مسؤوليات اكبر، هتتعب في الشغل بشكل اكبر، وان انت هيحتاجوا منك في الشركه حاجات اكتر ويدوك تاسكات اكتر وهكذا. فبقى مهم ان انت وانت شغال في الشركه تشو الويننجنس بتاعتك، تشو ان انت حد عندك ليرنينج اجيليتي، عندك اسبيريشن، عندك بلان وعايز تكبر وعايز تنجح جوه المجال بتاع الشغل دوت، وخصوصا في الشركه بتاعتك دي، ان ده كمان بيبين لهم اللويالتي بتاعتك جوه الشركه. فدي حاجه عشان بعد كده الناس اللي مسؤوله عن تطوير حضرتك وان هم يكبروك ويدوا لك بروموشن وهكذا، ان هم يبصوا لك في السكسيشن بلاننج بتاعهم بشكل احسن، او ان هم يحطوك جوه البوكسز بتاعت ان ده شخص احنا عايزين ننفست فيه وعايزين نكبره وعايزين نطوره.